مساء الخير عليك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا نعمل شوية بتنجان مخلل، ولا زيت ولا وجع قلب. الزيت غالي. شوية مية ونص كيلو بتنجان وكم قرن فلفل، وتعالوا نعمل أحلى طبق مش هنستغنى عنه لا في رمضان ولا برا رمضان. بس هو بيبقى بجد أحلى طبق كده. يفتح النفس ويا أي أكل بتاكليه. أي نوع أكل مش هيقول لأ. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده انا جايبه البتنجان كبير كده وتخين، بس طري طري عشان ما يبقاش مبذر. مش همسكه كده اتك عليه يبقى ناشف، يبقى كله بذر من جوه، يبقى ممرر وطعمه مش حلو. لا، جايبه البتنجان التخين دوت كله لحم من جوه كده وجميل. زي ما انتوا شايفين كده. شلت العلق اللي فوق وغسلته كويس، وجبت حله فيها ميه وحطيت فيها البتنجان زي ما هو كده، ما بشيلوش ما بقطعوش بالسكينه، انا بشيل العلق بس. وحطيت فيه قرنين فلفل، ويعني حطي فيه شوية ملح، معلقة ملح كده، على شوية كمون بس، وارفعه على النار واكتمه بحاجة كده علشان يستوي بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلشان خاطر ما يقبش كده في وش المية وجزء يستوي وجزء لأ، بضغطه بطبق كده، طبق يعني يكون حراري. ارفعه بقى على النار اهو زي ما انتوا شايفين. اتسلق ما شاء الله واستوى بسرعة، وحاجة لذيذة كده وجميلة وسريعة، حاجة تفتح النفس وجميلة. هقطع بقى الجزء اللي فوق دوت، وبعدين بتنجان زي ما انتم شايفين انا جايباه كبير، فهقسم كل واحدة اتنين عشان يبقى شكله كده حلو. ونعمل له بقى احلى خلطة، حاجة تحفة تحفة تحفة. ولو بتحب البتنجان المقلي هقولك تضيفي ايه على الخلطة بتاعتنا عشان تديك الطعم اللي هو بتاع المقلي. بس انا مش هضيفها، انا بحب قوي البتنجان اللي هو المسلوق ده، بيبقى خفيف كده ولذيذ، وتاكلي منه كميه ما تشبعيش منه. بصوا بقى الليمون انا ما بعصروش، الليمون انا بقشره زي ما انتم شايفين كده، واشيل القشره البيضاء اللي عليه واقطعه زي ما انتم شايفين كده، اقطعه حتت صغيره حتت صغيره، بيبقى طعمه احلى بكتير قوي. بحاول اهرسه شويه عشان يعني تنزل ميته، بس كده بيبقى بجد جميل. انا لو كان يعني عامله كميه كبيره كنت عملتها في الكبه، بس دي مش مستاهله يعني. حطيت شويه كمون، شويه ملح، شويه هريسه الشطه ديت، وحطيت عليهم شويه خل. يعني كمون وخل وملح وهريسه الشطه والخل والليمون اللي انا مقطعاه ده. احلى. لا، لو انت بقى بتحبي المقلي حطي معلقتين زيت في الخلطه دي، هتديكي نفس طعم المقلي. بس كده. شايفين؟ مش اسهل من كده ولا حاجه اقتصاديه زي كده. اقتصادي جميل. انا فتحه بايديا عشان الخلطه تخش جواه، زي ما انتم شايفين كده، مش مبذر، مفيهوش اي بذر. حاجه روعه وحاجه تحفه. ايه رايكم بقى؟ عروس السفره بجد. يلا كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. ايه رايكم في الشكل؟ حاجه بتتكلم عن نفسها. يا رب يعجبكم. تصبحوا على الف خير.